بعد ذلك أعلن الملك في كل المملكة إنه إذا استطاع أي أحد اكتشاف أين ترقص الأميرات في الليل سيفوز بمن يختارها منهم لتكون عروسه، وسينصب ملكا بعد موته. ولكن إذا حاول أحدهم ولم ينجح في مدة 3 أيام يحكم عليه بالموت. وفي يوم حضر للمملكة أمير، فأحسنوا ضيافته، وفي المساء أخذوه للغرفة المجاورة لغرفة الأميرات ليمكث فيها ويراقب إلى أين تذهب الأميرات للرقص، وحتى لا يفوت شيء مما يحدث دون أن يراه أو يسمعه ترك باب غرفته مفتوح. ولكنه للأسف نام سريعا، وعندما استيقظ في الصباح وجد أن الأميرات قد قضينا الليل كله في الرقص حتى امتلأت أحذيتهن بالثقوب.